طيب أيمن أحمد كده، أنت عملت حاجتين، أنت فتحت بيزنس لنفسك واشتغلت موظف في نفس الوقت. مم. لقيت نفسك في أنهي؟ والله كأيمن انا بحب العمل الحر احسن من ان انا اشتغل في مكان. بص، هو كل حاجة لها مميزاتها ولها عيوبها. اولا انك تكون شغال في مكان انت اخر الشهر نازل لك فلوس، انت مطمن مم. عندك مرتب اخر الشهر نازل لك. لكن المرتب ده بيزيد بطريقة عاملة ازاي، دي بقى من العيوب. لانك انت مش مفيش حد بيشتغل في مكان بياخد مرتب بيزيد كذا مرة كل كام شهر. مم. انت بتزيد كل سنة كل مع سنتين. التضخم والحاجات دي بتفرق بالظبط. معاك. العمل الحر انت بتديله فهو بيديك، بس في بعض الاحيان الماركت بيكون وحش، فانت ملزم انك عندك مسؤوليات، موظفين، التزامات، ايجار، كهرباء، الكلام ده كله، فدي فلوس عليك، فدي بتعمل لود. مم. فكل حاجة لها مميزاتها ولها عيوبها. انك تشتغل في كيان كبير ده بيضيف لك وبيضيف لخبرتك، وبيبقى اسمك مرتبط بان انا اشتغلت في المكان ده. فلما بتروح تشتغل في مكان تاني فبيكون عندك تقل شوية. يعني أنا لما أقول أنا لما أروح مثلا أشتغل في سامسونج وأقول لهم أنا كنت شغال في نوكيا، غير لما حد يكون شغال كان فاتح محل موبايل وراح يشتغل في سامسونج، هيقولوا له أنت مين. مش معترف بيه أساسا. بالظبط. مم. فكل حاجة ليها مميزاتها ولها عيوبها.